ايه الاخبار؟ يا رب نكون بخير. حال الامه المصريه او حال اي ام في الدنيا يعني عموما اكيد بيحصل معاها زي اللي بيحصل هنا. يعني ايه الجديد؟ ان احنا بنبقى قاعدين في بيوتنا يا دوبك اسمنا صحابات بيوت، ولكن الملاك الحقيقيين هم الاطفال. فتلاقيهم بيتحشروا في اي حاجه، بيخشوا في اي حاجه، مسموح لهم يفتحوا اي حاجه. انت مش مسموح لك خلاص لا يبقى عندك حاجه خصوصيه. مفيش حاجه اسمها خصوصيه، دي خصوصيه دي ماتت خلاص. اللي هو ولا عارفه تخشي حمام، ولا عارفه. يعني انا مثلا حاجه المطبخ بتاعتي بجيبها من اللعب بتاعتهم، الاطباق بقى على الحلل، المعالق. يعني بصي لدرجه ان هم بيلعبوا بالمعالق كده على الحلل ومعتبرينهم من اللعب بتاعتهم. وانا ما اقدرش اتدخل، انا ما اقدرش اقول ان دي الحاجه بتاعتي، ما ينفعش. مكياجاتي وحاجاتي بيتلونوا بيها دلوقتي على الحيطه وانا ما اقدرش اتكلم يعني. بس ما علينا، ما علينا يا جماعه، عادي، فتره وهتعدي ان شاء الله وهنبقى كويسين. اللي مش عادي بقى، ها، اللي احنا نبقى قاعدين بنتفرج على التلفزيون واحنا مضطرين نتفرج على التلفزيون على حاجة معينة. يعني انا مش مسموح لي مثلا ان انا اقعد استجم كده واتفرج على مسلسل، على برنامج، على اي حاجة يا جماعة، على اعلان حتى. مفيش الكلام ده. قاعدين 24 ساعة مشغلين الكرتون، ويا ريته كرتون عادل. يعني يا ريته زي زمان كده الكرتون بتاع السندريلا، تومي وجيري حتى يا جماعة، اي حاجة اي حاجة. لا، العيال ماسكين في كرتون. حزن الحزن، حزن الحزن بجد. يعني بجد الموضوع، بجد الموضوع يعني زاد عن الحد. الحزينة دي، الحزينة المنيلة ب60 نيلة اللي جزمتها ضاعت، وطول الكرتون عمالة بتدور على الجزمة وتعيط. وحزينة، اقسم بالله حزينة. يعني بجد كرهتني في كل يعني حاجة الأطفال اللي في الدنيا. عمالة تصح تصح تصح، ويخرب بيت أم دي جزمة ضاعت، يخرب بيت أم دي جزمة ضاعت. يعني هي العيال محتاجة نكد يومية؟ هي العيال هو انتوا يا جماعة لما بتيجوا تعملوا الحاجات دي بتفكروا في ايه؟ يعني هو مش كفاية الحزن اللي عندنا والنكد اللي عندنا ده؟ احنا العيال لما بتفتح بنسكتها بالعافية. يعني البت طول الكرتون بتعيط بتدور على الجزمة. يعني ليه يا جماعة بتعملوا فينا كده؟ اعملوا حساب ان احنا بنقعد غصب عنا قدام التلفزيون يا جماعة. يعني مش العيال بس اللي قاعدة، مش وبعدين بقى انا ابني يتفرج على الكرتون من هنا ويجي بالليل بقى يصحى يعيط في ايه يا حبيبي؟ ماما الجزمة راحت. يا حبيبي الجزمة موجودة. يبقى لا، دوري لي على الجزمة، الحرامي سرقها. يعني اعمل فيكي ايه يا حزينه؟ اعمل فيكي ايه؟ طلع يعني قومتي لي الواد على كوابيس الجزمه ضاعت منك لله، منكم لله يا بعده. يعني قبل ما تعملوا حاجه يعني فكروا كده بالعقل كده واستهدوا بالله واعرفوا ان احنا اصلا تعبانين وبنفرج العيال دي على الكرتون عشان نسكتهم، مش عشان يطلع عينينا احنا. ها، منكم لله اهدوا علينا بقى، اهدوا، لان احنا اللي بنتفرج مش هم. ولما بيتفرجوا بيصحوا على كوابيس من الحاجات بتاعتكم. لنا الله والله يا جماعة، لنا والله. احنا مظلومين في الدنيا ديت، الأمهات دي مظلومة في الدنيا دي. يلا الحمد لله، هي أيام وبنعديها.